من اول لحظه تنولد تيجي على هاي الدنيا وتنحسب من البشر اللي عايشين على هذا الكوكب، يجي على بال اهلك سؤال واحد، وهو هذا السؤال اللي انتظروه 9 اشهر بين ما انت كنت ببطن امك وجيت على هاي الدنيا، والسؤال يقول ابننا ايش راح يصير من يكبر؟ ومن بعد هذا السؤال مباشره تبدي مسيرتك انت كطالب بهاي الدنيا. مو شرط تسجل بالمدرسه باول ابتدائي لحتى تنحسب طالب، لا، انت باللحظه اللي انولدت بيها واهلك فكروا انه ابننا ايش راح يصير، انت من هاي اللحظه بديت تنحسب طالب. ليش؟ انه تفكير اهلك بانه ابننا ايش راح يصير من يكبر، ويبدون من انت صغير يهيئوا لك الاجواء، يحببوك بالدراسه، دائما يسالوك هذا السؤال الازلي مال بابا انت شو تريد تصير من تكبر؟ ماما انت شو تريد تصير من تكبر؟ حرفيا انه هذا معناته انه انت صرت طالب من قبل ما تسجل باول ابتدائي اصلا، وانت بهذا العمر يبدون اهلك يبينوا لك الحياه على انه هي طريقين، يا اما طريق الجنه يا اما الطريق الثاني اللي هو النار. بدون يدخلون براسنا انه طريق الجنه هو انه تكبر وتصير دكتور او مهندس، اما طريق النار فهو يتمثل بباقي الاختصاصات الثانيه. وحرفيا بسؤال بديهي اذا تلزم اي اب او اي ام وتسالهم شنو تريد يصير ابنك من يكبر، والله الجواب راح يكون ابني دكتور ان شاء الله من يكبر، ابني راح يكون مهندس من يكبر. صراحه ما اعرف، يعني البلد كله يريد يصير ابنائهم عباره عن مهندسين ودكاتره، زين منو راح يدرس؟ منو راح يفتح محل؟ منو راح يشتغل بالبزنس؟ منو راح يصير طيار؟ ما اعرف هذا التنوع شلون راح يجي اذا كل الاهالي تريد تصير ابنائهم مهندسين ودكاتره. بس الصراحه هذا شيء زين مو غلط، لانه من حق كل اهل انه يشوفون ابنائهم يكونون باحسن المراتب. يعني احس السالفه كلش منطقيه، مو معقوله يجيك واحد ويقول لك انا اريد ابني يصير عطال بطال. بس السؤال هنا ليش دائما الاهالي يريدون ابنائهم يكونون بالذات اطباء ومهندسين؟ ليش بالتحديد ذني الاختصاصين؟ والصراحه من بعد ما سويت اجراءاتي وبحثت عن جواب هذا السؤال، طلع الجواب جدا منطقي وبديهي. طلع الجواب انه بالزمن القديم اللي هو على زمن اهالينا، كانوا الدكاتره والمهندسين بذاك الزمن هم اعلى طبقه موجودين بالمجتمع، وكانت الناس اكثر شيء تقدر الدكتور والمهندس، وكانوا اكثر ناس عندهم فلوس، كانوا ذول الاختصاصين هم الاكثر قيمه بالمجتمع. هذا السبب احنا نشوف اي واحد تساله يريد ابنه يطلع يا اما دكتور يا اما مهندس، وطبعا هذا الشيء ما يصير، لانه اذا البلد كله بس هذول الاختصاصين، من راح يشتغل، من راح يدرس، من راح يطير، من اللي راح خلاص تنتهي الحياه. طيب من بعد هاي الهوسه كلياتها يبدي هذا الطفل الصغيرون اللي انولد ذاك اليوم يبدي يصير تلميذ بالبدايه بالمدرسه، بعدين يصير طالب يدخل متوسطه وبعدين اعداديه، واكيد من لحظه دخوله من الصف الاول لحتى يوصل للسادس اعدادي راح يواجه كميه ضغوطات هائله سواء من المدرسه او من الاهل نفسهم. ودائما اول سلاح راح يستخدمونه الاهل ضد الابناء، السلاح اللي هذا انا صراحه اعتبره السلاح الاسطوري عند الاهل، هي جمله انت ليش ما تقرا مثل الاوادم؟ انتم هسه بتوفر لكم كل شيء، احنا قبل كنا نقرا علاله، لا شوف هاي الاقوى من عندها، احنا قبل كنا نروح براس الشارع نقعد على العمود مال الكهرباء على الضوء حتى نقرا جوا العمود. والشغله اللي محيرتني انه من الشمال للجنوب اي واحد من الاباء تساله راح يطلع نفس الموضوع، انه كان يقرا علاله وكان يقرا جوا العمود اللي هو براس الشارع. بس الاهل كلهم القديمين كانوا يتجمعون عند هذا العمود براس الشارع، ما اعرف هذا عمود كان مركزي بالعراق كلياته، انا ما اعرف هم ليش يقرون علاله والعمود، هم ليش بيقرون الصبح اصلا؟ الظهر، العصر، ليش ما يقرون؟ ليش دائما من نسالهم يحسون انهم كانوا بحرب ويش طلقات تفوت من فوقهم وهم جوا ويقرون هيك علاله، ما اعرف شو يصير. ويلك وسواد ليلك اذا قلت له جاي انت ليش ما تقرا الصبح؟ قبل طف يجيك طراق من اليمنى، لا وتريد الاطراق اليسرى، هاي ذات تساله زين انت من كنت هيك تقرا، زين انت ليش ما طلع الدكتور او مهندس؟ ليش دائما تريدون احنا دكاتره ومهندسين انتم خيركم ما جايب معدل 50 و60؟ لا هنا حرفيا انت حكمت على نفسك بالاعدام ضربا بالصوندة. حرفيا اذا سالت هذا السؤال وتجرأت راح تاكل كتل ما ماكله نابليون بونامبرت نفسه، نابليون جابه هنا انا ما ادري. بسبب هذا الضغط كلياته اللي يصير على الطالب بيبدي عادي يدخل بمرحله الاعذار والكذب اللي راح احكيها هسه. اتمنى ان شاء الله يكون اهلي ما راح يشوفونه، ولا انصحكم اهلكم يسمعون شوي يروح على صفحه لين راح نبلع شباب. اول كذبه راح يتعلمها الطالب بسبب الضغوطات اللي عليه هي ان الاسئله كانت صعبه وجابوا لنا اياها من خارج المنهج. طبعا هاي الكذبه الازليه اللي ما بيها اي نوع مصدر من الصحه، وكل الطلاب يستخدموها سواء اول ابتدائي او سادس اعدادي، لانه حرفيا ماكو شيء اسمه الاسئله جايبيها من خارج المنهج. يعني مثلا شنو؟ يعني انا مثلا عندي امتحان اسلاميه يجيب لي بيها مساله مال الفيزياء، وانا عندي امتحان رياضيات ويجيني السؤال احكي لي عن معركه عين جالوت، ماكو منطقيه بهذا السؤال ابد. لا تسمعوا هاي الثانيه، الصف كله رسب بهذا الامتحان، لا حتى الاول على الصف جايب بس 51. هنا بدا يستخدم الاول على الصف حتى شنو يعطيها شويه نوع من المصداقيه ويسوي كفر للكذبه مالته. يعترف مستحيل الطالب يعترف، يقول انا ما محضر كنيت اليوميات ما اقراها، اجيب يوم الامتحان قبل ساعتين احضر، من اروح المدرسه قبل ما يدق الجرس اقرا لي شويه وفوت الامتحان. ما يقول لا، لازم يطلع له عذر كذبه حتى يطلع نفسه من هاي الضغط. مستحيل الطالب يقول لك انا الخلل بي انه ما مستحيل. والدليل على كلامه انه بكل امتحان والطلاب ذول كذابين يكذبون وعملوا صعبه ومنهج ما اعرف ايش، يطلع دائما واحد من الصف جايب درجه ممتازه، بس شنو هم يغلسون عليه، ما يقولوا لهم عليه. دائما هذا الطالب يكون مكروه وحقير واناني، مع العلم هو مجرد طالب مجتهد دا يقرا حتى يجيب درجه لنفسه مرتبه، مش مسوي غلط هو، بس لانه البقيه يعني شويه
ترى رلي دائما ينتقدونه ويصير هو المنبوذ بالصف. عاد هذا شاطر تبقى يمه، يا اما يصير مثلهم ويستمطي، يا اما ما يسمحهم ويسد اذنه ويكمل بطريقه وهاي كلش يعني قليله، يا اما يبدي يعطيهم غش شويه، واخر افتح لي الورقه ما اعرف ايش السؤال الثاني اشاراتها، يبدي يغششهم حتى شنو يفك من عندهم بس ويخلص نفسه. طبعا جزء كلش بسيط من الكذب والاعذار مال الطلاب، ناهيك عن اشق الورقه مال امتحان حتى اهلي يشوفوها، وناهيك عن انه اغير واكتب بكيفي، بعد كومه شغلات يستخدمها الطالب لحتى يطلع نفسه من هذا الضغط كلياته، سواء من المدرسه او من الاهل نفسه. كل هاي الهوسه اللي سولفنا بيها هسه توديك الى نقطه واحده وهي السادس. هذا الصف اللي اول ما تسمع باسمه تجيك هيك رشفه من فوق لجوا، حتى بطنك يصير بيها مغص، تقول واحد ضربك على بطنك بوكس. انه حرفيا الطالب من يوصل مرحله السادس تنتهي حياته، موت ينقضي عليه، يحس نفسه راح يدخل المكان ماكو طلعه من عنده، ويبدا الخوف يصعد عنده من اصبع رجله صغير لحد اخر شعرايه براسه. صراحه من حقه يخاف ويقلق، لانه بهذا الصف راح يتحدد مصيره. ونرجع للنقطه الاولى مال الفيديو اللي هي يا اما طريق الجنه او طريق النار. وبالرغم من انه سادس هو لوحده قلق، وراح يصير عليك ضغط من المدرسه وقلق مال الامتحانات وضغط من اهلك والقرايه وما اعرف ايش والقفله عن النفس، الا انه برايي اني اكو مشكله اكبر من هاي المشاكل كلياتها راح تصادفك تحديدا بالسادس. هاي المشكله صراحه انا اعتبرها مثل الفخ لطلاب السادس. هذا الفخ اذا عبرته انت راح تروح للجنه، واذا ما عبرته انت راح ابوك ينصمت. راح يجيب بالكم ممكن هسه هاي المشكله تكون بسبب الضغط مال القرايه او الاهل او ضغط الامتحان، لا 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 لا، المشكله اكبر من هي. برايي اني اكبر فخ ممكن يوقع به طلاب السادس هو فخ الافكار. فخ الافكار شنو هاي جديده؟ لا عزيزي مو جديده، سواء مهما كنت انت راح تقابل فخ الافكار اول ما تدخل السادس، وخصوصا بمرحله المراجعه والامتحان. يا الهي على هذا الفخ اللي هيك محيوك حياكه، خصيصا الطالب السادس. محمد مثل ليش هذا فخ الافكار؟ انا اقول لك جيت تلزم كتابك، انا ليش ما افتح مشروع؟ انا كبرت ايش وقت راح اتزوج، جماعتي كلهم متزوجين، هذا الكنتور شكله ما عاجبني، لو اجيب واحد لونه ابيض احسن من الجوزي، هذا الجوزي شويه مقلق. هسه هذا السقف لو اسوي مال جيمنج واجيب له قطن والك، صراحه هذا الجلاس بي شيء غريب، ممكن اسوي من عنده روبوت. خو سالفه الحبكيات اللي تجي بالسادس سلم لي، سواء كنت طالب او كنتي طالبه، اي شخص تحبونه وانتم بالسادس كذب. هذا انتم بدأ تحبونه شباب، اقسم بالله لو انت بالسادس وحبيت لك وحده اتاكد 100% انه هي بقره، بس انت تحبها لانه انت بالسادس. وانت سليمه خاصه اذا جتك مشاعر الحب الواحد وانت بالسادس، اعرفي انه هاي مشاعر كذب 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 كذب. هاي العلاقه راح تخلص اول ما تطلع نتائج، تخلص تتبخر العلاقه، هاي تتبخر. هاي كذبه شباب، لا حد لا يوقع سالفه الحب بالسادس كذب شباب. دير بالكم ثم دير بالكم ثم ديروا بالكم. اقوى فخ الافكار مال السادس انه انت ترتبط وانت بالسادس، ابوك يصطمت. اخذوها عن تجربه شباب، وراح اعطيكم مثال بسيط قسم بالله حقيقي 100% عن هذا الموضوع. شاب صديقي صارت وياه هاي القصه ومتاكد معدها 100%، ومتاكد انه انتم صايره بيكم. عندي واحد من المعارف جابها من الاول ابتدائي لحد ما صار بالخامس علمي، وهو كانت درجاته من الابتدائيه عشرات ومن المتوسطه والاعداديه ميات، وكان مع في اعفاء عام واقل درجه كانت عنده 95 من 100. وقسم بالله هذا الحكي صحيح، مو بس مثال هيك جبته من بالي حطيته للفيديو، هذا المثال حقيقي 100% وانا اعرفه. درجاته كلهن كانن فول، والكل تعرفه هذا الطالب انه شاطر، والكل كانت متوقع انه يصير دكتور وراح يجيب معدل مليون. والنقطه اللي كانت مساعده هذا الشخص انه لحد ما وصل خامس علمي وهو درجاته فول، انه كانت امه مانع عليه انه اصلا يلزم موبايل لحد خامس علمي. تخيلوا شاب بالخامس علمي وما عنده موبايل، هسه مستحيل تلقى هيك. الان وصل هذا الطالب صف السادس، وبحجه انه راح يروح محاضرات وما اعرف ايش، فيحتاج تليفون لحتى شنو يصور المحاضرات. المهم اشترى هذا الطالب تليفون، ايش وقت بالسادس، ليش؟ بحجه انه اصور المحاضرات اللي راح اروح لها حتى اقراها من ارجع للبيت. يا سلام على هاي الكذبه والفخ العملاق اللي وقع به هذا اللطيف. اعطيكم 5 ثواني لحتى تتوقعون شنو صار ويا هذا الشاب. شنو بالله صار؟ ما راح اخليكم تفكرون زايد. اللي صار ويا هذا الشاب انه ملزم التليفون، فجاه كبل، فجاه صار يحكي بالتليفون، فجاه شاف نفسه انه هو داخل بعلاقات منا درجاته اللي كانت 195 و96 الى هبوط تام صارت كلها 60 على 70 على مدري قد على 80. السنه الاولى وصل للامتحانات انضرب عقله، صارت عنده دوامه بالعقل مالته عجي. طب للامتحان قام شو يسوي؟ يشمر الهندسه مالته ويطب للامتحان حتى ما يمتحن. تخيل الهندسه مال اقلام يشمرها قبل ما يطب للامتحان ويطلع ياخذها. وسوى اجل السنه كلياته، رجع عاد سنه مره ثانيه، وكانوا الكل متوقعين انه هو يجيب درجه كلش عاليه. بس اللي صار شنو؟ انه هو خلاص انضرب هذا انضرب، خلاص انضرب رسميا انضرب. المهم ما اطول عليكم السالفه، اجت النهايه واجوا معدله 80
مع العلم انه معدل 80 اكو هواي يعتبر يعني يتمنون معدل 80، بس بالنسبه لهذا الطالب اللي كان مستواه 100 واقل درجه عنده 95 و96 المفروض انه معدله يكون من هذا الرنج انه 95 لل 100 بهذا، بس هو جاب ايش قد 80. واقول لكم على سر صغير انه هذا الطالب هو نفسي تسمع محمد كريم وقاعد يسوي لكم هذا الفيديو. اي نعم شباب، هاي القصه اللي حكيتها قصتي. اتمنى اللي ما يشوفون هذا المقطع ولا احتمال راح ابلع مره ثانيه وانا عمري هسه حاليا 27 سنه. يا شباب الزبده من هذا المقطع كلياته انه هي انه اوصل لنقطه فخ الافكار. هذا الشيء اللي اريدكم تعرفونه لحتى نطلع بشيء مفيد من هذا المقطع، احسن ما قاعدين بس هيك محمد يسوي فيديو. لا، بيت بهذا المقطع اعطيكم الزبده من التجربه اللي صارت وياي لحتى ما توقعون بنفس الفخ اللي انا وقعت بيه. عسى ولعل اذا 1% من اللي يشوفون هذا الفيديو سمعوا نصيحتي وفادتهم، ممكن احصل رحم الله والديك من عندهم، وهذا الشيء يكفيني. اذا 1% من هذا الفيديو استفادوا فانا كلش راح اكون سعيد وممتن من اللي شافوا هذا الفيديو كلياته صراحه. فبنهايه هذا المقطع احب اقول شكرا كل واحد وصل لهاي الدقيقه من المقطع. اتمنى ان شاء الله يكون وصلتك الزبده، سواء انت كنت بصف السادس او مو بصف السادس فانت حتما بالنهايه راح توصل لهاي المرحله. اريد من عندك انه انت ما تخاف وما راح تحسس نفسك انه انت طاب الحرب، لا هو صف عادي حال اي صف ثاني، مجرد يكون هو هاي نهايه المرحله وتحدد بيه مصيرك. واللي شرحت لكم هو فخ الافكار. فخ الافكار اذا عبرته خلاص انت راح تكون هنا بالسليم ودخلت على طريق الجنه. انت جيب معدل عالي ووراها روح بالاختصاص اللي يفيدك، مو شرط مهندس او طبيب، بس اهم شيء انه انت تجيب المعدل التوب، وراها اختار عسى ما اي شيء، عسى ما تريد تصير مطرب. ممكن تسالني ليش اجيب 100 اذا انا اريد ممكن اروح مثلا تربيه رياضه اللي هي ممكن اروح بها بمعدل 60؟ راح اقول لك يا حبيبي جيب معدل توب ووراها روح الاختصاص اللي تريده، ولا تسالني ليش، عن تجربه وهوايه اسباب لليش مالتك هاي. وبس اشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات الجايه. كان معكم اخوكم محمد كريم ومع السلامه.